السلام عليكم. برشلونة بالشوط الثاني يا أصدقائي. برشلونة عطى لنيوكاسل 3 أشواط، 2 بسان جيمس بارك و1 بالكامب نو، الرابع ما رح يعطيك اياه. نعم، برشلونة الممتع بالشوط الثاني اكتسح نيوكاسل بسباعية لهدفين ووصل لربع نهائي تشامبيونز ليج. قبل ما ابدا اشتركوا بقناتنا وفعلوا لنا ميزه الجرس وفجروا لنا لايك. جماهير البلوغرانا اصدقائي، برشلونه فاز ب7 أهداف لهدفين. شوط ثاني للامتاع والابهار والابداع. شفنا في كرة قدم لبلوغرانا الحقيقية. البعض بيقول لك وراح يسأل السؤال، وين كان برشلونة بسان جيمس بارك؟ الفرق او انديه العالم كلها يا اصدقائي بتعاني بسان جيمس بارك، فانسولي سان جيمس بارك وخلونا اليوم بالكامب نو. وين كان برشلونه بالشوط الاول؟ ما هو برشلونه بالشوط الاول على الرغم من سوء اداء الفريق نوعا ما، لكن خرج متقدم ب3 أهداف لهدفين، واضاع فرصتين او 3 للتسجيل. ليفاندوفسكي بالشوط الاول كارثي يا اصدقائي، بالشوط الثاني عوضها. ما هو الفريق كله عوضها بالشوط الثاني. نعم يا اصدقائي، بالشوط الاول وكأنه البعض او المحللين اجوا قالوا لك ايدي هاو اتغلب تكتيكيا على هانز فليك. والله انا اللي شايفه بعد ما شفت الشوط الثاني انه هانز فليك عمل عليه ملعوب كبير لايدي هاو، قال له خذ الطابه والعاب بالشوط الاول، لكن بالشوط الثاني هذا الي. وبالفعل كان شوط ثاني في كل شيء شفناه بعالم كرة القدم يا أصدقائي. اليوم برشلونة سجل أهداف رائعة ممتعة من كل الجهات، بالرأس وبالقدمين ومن على اليمين ومن على اليسار، والكرات أو البينيات والشيء اللي شفناه بالشوط الثاني. هذا يا أصدقائي البعض بيقول لك ليش عانينا بالشوط الأول؟ عانينا لأنه كان في ضعف بالضغط من الناحية الهجومية على مدافعين نيوكاسل بالشوط الأول. هذا الضعف بالضغط خلى الفريق يعاني من الناحية الدفاعية، وبرشلونة فريق هجومي، وبرشلونة بيلعب بدفاع متقدم، وبرشلونة أصلا ما عنده أظهرة، ولذلك طالما ما عندك ضغط عالي فإجباري راح تعاني وراح يتسجل بمرماك أهداف، وهذا اللي صار. بس بالشوط الثاني الضغط العالي والسيطرة والاستحواذ كله تغير، وكأنه هانز فليك طلع فريق وأشرك فريق تاني بالشوط الثاني. لكن هذا الشيء ما صار، بس العقلية تغيرت، الأفكار تغيرت، الأسلوب تغير، وهذا اللي خلى هانز فليك اليوم هو أحسن مدرب بالعالم. رائعين البلوغرانا يا أصدقائي، تأهل مستحق، تأهل باكتساح. صدق عزيزي البرشلوني انه على الدقيقة 90 على الرغم انه في صار تبديلات وفي اصابات وكان ممكن يضيف 4 أو 5 دقائق، لكن على الدقيقة 90 انهى الحكم هاي المباراة وكأنه عم يقول له لنيوكاسل ايش بدكم تلحقوا لحتى تلحقوا. ولذلك كانت مباراة رائعة. أنا بقولكم إنه هي المباراة هي من أجمل مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. البعض رح يقول لي أنت عم تبالغ، أنا رح أقول لك إذا ما كانت الأجمل بدوري أبطال أوروبا هي الأجمل بدور ثمن النهائي يا أصدقائي، لأن بالفعل الشوط الأول رائع. الشوط الأول كان فيه إيجابية من الفريقين، كان فيه هجوم من الفريقين، كان فيه ضغط من الفريقين، وكان فيه تسابق على مين بده يسيطر على خط الوسط ومين بده يستحوذ. ونحن شفنا انه خط وسط برشلونة بالشوط الاول كان في معاناة، كلنا شاهدنا هذا الامر، لكن هذا التحرر يلي صار بالشوط الثاني سببه الاول الديناميكية يلي غيرها هانز فليك، والاسلوب والضغط العالي يلي عمله البلوغرانا برشلونة، مع التوفيق وتحركات ليفاندوفسكي يلي افتقدناها بالشوط الاول. هي التحركات يا اصدقائي بالعمق، والتحركات انك تخرج لوسط الملعب وتفتح مجال للاعب القادم من الخلف، ان كان فيرمين لوبيز او رافينيا او لامين يامال، وهذا الشيء كله شفناه بالشوط الثاني. الاخطاء الدفاعيه نعم موجوده. الشيء السيء اليوم بصراحه هو خروج خوان غارسيا حارس المرمى مصاب، بس يا اصدقائي الواضح انه اصابه ما هي صعبه، هيك الواضح الى الان، وان شاء الله يكون هذا الشيء، لان بصراحه خساره كبيره حال حيكون غيابه لفتره طويله. اليوم برشلونة
أبهر العالم. اليوم برشلونة وضع قدمه على الطريق الصحيح بدوري أبطال أوروبا. اليوم برشلونة راح يواجه بالربع النهائي الروخي بلانكوس فريق دييغو سيميوني أتلتيكو مدريد، ذهابا بالكامب نو، إيابا بالواندا متروبوليتانو، وهي رح تصعب المهمة أكثر. ولذلك تحديات برشلونة القادمة صعبة كتير يا أصدقائي بدوري أبطال أوروبا. لكن مع عودة المصابين فرانكي ديونغ، بالدي ولا كوندي، أنا بتصور رح نشوف في ديناميكية أكثر، رح نشوف في حلول تكتيكية أكثر عند هانز فليك، ورح نشوف تماسك دفاعي أكثر. لأن رح أقول لكم شغلة، كانسيلو ممكن هجوميا جيد لكن دفاعيا كارثي. هذا اللاعب كارثي بكل معنى الكلمة، لأن اللاعب الظهير أو لاعب العمق الدفاعي دائما بدور على الخصم، ما بدور على الطابة. هي عقلية المدافع لازم تكون. ونحن شفنا كانسيلو بالهدف الثاني اليوم، اللاعب تفكيره بالهجوم، عم يستنى الطابة لتجي لعنده، وهذا الوضع صراحة كارثي. ولذلك كانسيلو هو عم يلعب مو بمركزه. نحن بنعرف كانسيلو ظهير أيمن، عم يلعب ظهير أيسر. بس بتصور يا أصدقائي، وما بعرف إذا بتشاطروني الرأي، إنه كانسيلو بالمباريات الكبيرة أمام أجنحة سريعة رح يعاني هذا اللاعب، ورح يخلق مشاكل كبيرة لهانز فليك وفريقه. مبروك جماهير البلوغرانا هذا العرض الرائع، مبروك جماهير البلوغرانا هذا الإمتاع والإبهار اللي حكينا عنه، وهذا الفوز وهذا التأهل 7 أهداف لهدفين. رأيكم بأداء البلوغرانا ورأيكم بهذا الشوط اللي شفناه لبرشلونة. مبروك جماهير برشلونة، دمتم في أمان الله، عيدكم مبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.